الاهلي فاشل في التعاقد مع المدربين، الاهلي بيدفع للمدربين مرتبات كتير، الاهلي ازاي بيعمل عقود زي دي هي الناس دي بتفكر ازاي؟ كل دي اتهامات لاداره الاهلي. في منها حقيقي وفي منها فعلا لن متفقين معاه فيها، بس في نقط كتير مش واقعيه في الكلام ده. خلينا نحكي النهارده ليه الاهلي بيدفع من فلوس لمرتبين كتير كبيره، ليه العقد بيبقى بالمنظر ده، ليه المدربين الاجانب بيتشرطوا على الاهلي. طيب، في كام نقطه البعض غافل عنها. اولا، انت بتتكلم ان الاهلي بيروح يجيب مدرب اوروبي. مش بس مدرب اوروبي، الاهلي اخر فتره بيصر انه يجيب مدرب درب فرق كبيره في الدوريات اللي دربها، حتى لو مش دوريات كبيره، بس اتليست يبقى درب الفريق فايز معاه بدوري، حقق معاه بطولات، ولو درب في دوريات كبيره يبقى افضل كمان. دي نقطه. النقطه الثانيه، الاهلي بيجيب مدرب عنده خبره اوروبيه مش قليله. نقطه تالتة، الاهلي بيقنعه ان هو ينزل لاول مره افريقيا. فلو تم استثناء روبيرو، فهتحط فايلر، هتحط موسيماني، هتحط آه ياسترب، كل دول هتحط كولر. انت بتتكلم على مدربين كبار، مدربين صغيرين. يعني بما فايلر، انت بتتكلم على مدرب درب اندرلخت وخد معها الدوري، درب في الدوري الالماني، مدرب محقق بطولات. فطبيعي انه هيتشرط عليك اول مره يجي مدرب شاب هيضحي بكاريره عشان يجي ده في افريقيا. فهو انت جايبه، فهتدفع فيه فلوس كتير. نيجي موسيماني انت جايب مدرب عمل تاريخ سان داونز، درب منتخب جنوب افريقيا، فطبيعي برضه هتدفع، رغم ان هو معاك من افريقيا، بس طبيعي هياخد مرتب مش قليل. كولر، انت بتتكلم على مدرب درب منتخب النمسا في كاس عالم، مدرب درب في الدوري الالماني، مدرب درب في الدوري السويسري واخد الدوري هناك. انت بتتكلم على مدربين كبار. انت مش جايب مدربين كانوا بياخدوا بريمير ليج ولا بتاع، انت ما تقدرش، انت مش زي السعوديه. فايه اللي هيخلي مدرب زي ده يسيب الحياه الاوروبيه، يسيب المعيشه، يسيب هذه الرفاهيه ويجي؟ هتقول لي اضافه اسم الاهلي ليه؟ خلينا ما نضحكش على بعض يا جماعه. الاهلي فريق كبير، الاهلي اضافه، بس احنا مش بنجيب مدربين بيبداوا كاريرهم. يعني مثلا كارتيرون راح الزمالك يعمل كارير عشان يمشي، جوميز راح الزمالك يعمل كارير عشان يمشي، عشان كده مرتبه مش كبير. يعني فريرا لما جه كان بيحاول يعمل كارير برضه عشان يمشي. الاهلي ما بيجيبش مدرب على فكره ان تعالى اعمل عندي كارير وامشي، لا، الاهلي بيجيب مدرب تعالى جيب لي انجازات وبطولات، وانت السي في بتاعك ايه عشان تحقق لي ده. فهي بمنتهى البساطه طبيعي زي ما انت بتطلب وبتتشرط على المدرب وان هو يبقى درب صف اول في دوري من الدوريات اللي هو دربها، اخد بطوله الدوري، اخد ده، طبيعي المدرب هو كمان هيقول لك انا هاجي افريقيا، هاجي بلد زي مصر، بلد عظيمه وكل حاجه، بس في الاخر دوله عالم ثالث، هسيب فرصي في اوروبا انتهت خلاص، فانا جاي عايز احقق اكبر استفاده ماليه ممكنه، فهتشرط عليك. وللعلم الاهلي ساعه يستروب فوض مدرب واثنين وثلاثه، الاهلي ما عرفش يخلص معاهم. بلاش روي فيتوريا، اما الاهلي راح يجيبه على الرغم انه كان بيدرب في المنطقه العربيه، الاهلي ما قدرش لان روي فيتوريا طلب 3.5 مليون يورو. الاهلي الى الان اعلى مدرب بياخد 2 مليون يورو في السنه، او 2 مليون 400 دلوقتي تورك، اللي هو 200,000 بجهازه، انما ده كان عايز 3.5 مليون يورو. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي انت غافل عنها، السوق اللي حواليك، سوق الخليج موجود لمدرب زي كولر، هيبقى مطلوب في سوق الخليج. ياستروب ممكن يدرب عادي في قطر ودول ثانيه. فدي كلها مدربين حضرتك اما هتجيبهم هيقول لك ما انا ممكن اروح ادرب في الخليج يدفع فيا مبلغ فلاني. يعني الاهلي لما جدد لكولر اخر مره بعقد مقفول بحيث ان ما يبقاش فيه شرط جزائي، كان عامل ده لمصلحته، لان خاف يبقى فيه شرط جزائي يلاقي كولر جاي حاطط له الفلوس وماشي، زي عشان كان فريق الشباب السعودي عايزه، وكان ساعتها كولر بياخد معاك 2 مليون، كان هيديله 4، والسعوديه بيدفع فيها لغايه 8 و9 دلوقتي و12 و23. يعني دي ناس جابت سيميوني انزاجي كان بيلعب نهائي شامبيونز ليج. فانت عندك تنافس قوي. فهي في نقط مخليه الاهلي اولا بقت في جوده مدربين مش عايزه تيجي عندك لانها مش عايزه تسيب اوروبا وتنزل، في سوق خليجي قوي، في سوق ليبي قوي. برضو فكره فرق سعر الدولار عامل شيء مرعب.
فاهم؟ وزي ما حصل يعني الاهلي مثلا في العاب الصالات وكل فرقه مصريه ما عرفتش تجيب لعيبه في الباسكت الا لما الدوري اللبناني وقف، لان قدرت اخيرا اللعبه دي تقلل شروطها. فانت عندك فرق الخليج كلها واخده كريزه المدربين الاوروبيين. الاهلي مش قادر يجيب مدرب من امريكا اللاتينيه لان الدوري البرازيلي مرتباته اعلى. تركيا موجوده وبتدفع. ف... فانت يا بتاخد مدرب نهى كاريره او بينهي كاريره خلاص زي كولر او ياستو، فده اخر عقد فعايز يحقق فيه اكبر مكسب مالي وهيشرط عليك، ومش هيجي يقول لك حط شرط جزائي. يقول لك هو ازاي الاهلي ما يعملش شرط جزائي بتاعي؟ مش جاي يعني، بمنتهى البساطه مش جاي. انا في الاخر جاي لك جاي دوله عالم ثالث هنقل. انت عندك آه... بايلر سابك ومشي عشان قال لك انا مش عايز اعيش في الدوله دي، انا مش عارف انقل مراتي وولادي، الاجواء مش مناسبه، الرفاهيه مش متاحه. مع رفاهيه كبيره برضه بقت في دول زي الخليج والسعوديه والامارات، حفلات ومعيشه وستايل اوروبي كامل، ده مش موجود في مصر. هيفضل المدربين يشترطوا على الاهلي، وهيفضل الاهلي يجيب مدرب بمبلغ كبير طالما ما بيجيبش مدرب اوروبي مكهول عايز يبني كارير عشان يسيبك ويمشي، وساعتها هو اللي هيقول لك لا معلش حط لي شرط جزائي شهرين ثلاثه عشان خاطر انا كده كده مش جاي اقعد عندك. والاهلي ما بيقبلش بالمدربين دول. فعشان برضه نحط نقطه حروف في نقطه مدرب الاهلي.